اعتلت البرتغال إذن عرش أوروبا لأول مرة بفوزها في النهائي على البلد المضيف فرنسا بهدف دون رد سجل في الأشواط الإضافية بعد نهاية الوقت الرسمي بالتعادل السلبي بواسطة البديل إيدر. بدأت الرحلة نحو النهائي بالابتسام المخفف للتوتر. سارت الحافلة متثاقلة، وبالتزامن وصلت حافلة البرتغال محملة بنفس المشاعر التي سيفك تضاربها هنا. على الملعب كان غريزمان يتدرب على طريقة فرح، ورونالدو السباق نحو الكأس تغذيه السرعة في الإنجاز لملامستها تتويجا. فحال تشافي هنا أمنية لقائدي المنتخبين، كأس تمناها الإسبان وعاندتهم. بعيدا عن إخفاقهم تعددت الآلات الموسيقية ونشيد الكرة واحد: من سينالها؟ كان اللاعبون في حالة تركيز، بل في حالة تتويج، وانسحبت حالتهم على كل من حضر. لكن حالة رونالدو في البداية كانت للبرتغاليين أشبه بالمترقب للأسوأ. في الجهة المقابلة قيل في العالم إن هناك سوبرمان، وفي فرنسا لم يخرج الكلام إلا عن غريزمان. راسية التأكيد اصطدمت بيد روي باتريسيو. اللحظة الأقوى، رونالدو غادر بألم لا يكتم، وسرعان ما عاد بعد التطبيب، لكن الإصابة كانت أقوى من إرادة المواصلة. ورقة كواريشما كانت البديل، وكاد سيسوكو يبدل أطوار المباراة بتسديدة، وباتريسيو أكد التموقع المناسب في المكان المناسب. في الممر نحو العودة إلى الملعب كان كل شيء أزرق في انتظار أن تتلون الكأس به، ولاعب البرتغال يريدون أيضا موقعا للونهم، لأن أزرق اليونان سبق وأن حاصرهم، وأراد الفرنسيون تكرارها. كومان يفك طوق الدفاع بتمريرة، وغريزمان من سهولتها ضيعها. كومان كان وراء كل خطر فرنسي، ومرر لجيرو الذي قابل باتريسيو وجها لوجه، لكنه عاد خائبا أمامه، وناني نال الحظ نفسه أمام الحارس لوريس. دقائق النهاية أو دقائق الصداع أمسكت برأس سانتوش، ورأس البرتغال أنقذها باتريسيو من وداع اللقب. بل حتى القائم كان رحيما بالبرتغال وكاتما لأفراح فرنسا. جينياك طرق حديد التاريخ دون أن يذيبه. الإصابة لم تغيب رونالدو عن دور القائد ولو معنويا، الأشواط الإضافية تستلزم ذلك. أول شحنة معنوية امتصها هوغو لوريس، وخفف الصدمة على قلوب الفرنسيين التي عاودت الاهتزاز كاهتزاز حديد العارضة أمام تسديدة غيريرو. بدأ أن الكرة كانت تحوم حول الشباك وملامستها هي المراد. إيدر طرد نحس اللون الأزرق في الدقائق الخاطفة، مانحا اللقب للبرتغال. رونالدو تغير معنى الدموع عنده من باردة بالألم إلى حارة باسم التتويج.